النهارده جمعت لك افضل الموبايلات اللي في فئه ال 15000 جنيه، ومعانا 4 موبايلات حرفيا ما تفكرش في اي موبايل غيره، والافضل من كده ان هم من كذا شركه مش شركه واحده. فلو عايز حاجه من سامسونج هتلاقي، شاومي هتلاقي، وحتى انفينكس وفيفو برضو معانا هتلاقي. والاهم من ده كله ان كل الموبايلات دي جايه ضمان محلي مش ضمان دولي، فعايزك تتاكد ان كل الاسعار اللي في الفيديو ده مش عليها اي ضرايب. فسريعا كده ما تنساش لايكك وسبسكرايبك، ويلا بينا نبدا على طول. اول موبايل معانا هو من شركه انفينكس ولسه نازل من قريب، فهتلاقي الانفينكس نوت ايدج. موبايل من الاخر جاي يروج عليك لو انت واحد جيمر شويه. من ناحيه التصميم فانفينكس هنا بتقدم لك شياكه مش طبيعيه. الموبايل جاي بوزن 190 جرام، خامات من البلاستيك المحترم، مطارد للميه بشهاده الاي بي 65. بس الصياعه هنا في لمبه الاشعارات الار جي بي اللي جاي في الظهر دي، وعندك كمان زرار اضافي تقدر تخصصه لاي حاجه تفتح لك مثلا بالكاميرا او اي ابلكيشن، فانا شايفه ميزه بصراحه. اما من ناحيه الشاشه فانت عندك الشاشه هنا كيرف اموليد 6.7 انش بكواليتي 1.5 كي. فالشاشه دي الوانها تحفه وبتدعم لك كمان ال 120 هرتز، فتاخد سلاسه حرفيا مش طبيعيه، والصوت الفعلي بتاعها بيوصل لحد 1400 نتس. ده غير ان عليها طبقه حمايه من كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، فمن الاخر تعتبر شاشه فلاج شيب حرفيا. هتشوف عليها فيديوهات او مسلسلات وافلام، او حتى لو هتلعب فانت هتتبسط منها. اذا كان جبنا سيره الالعاب فندخل على طول على المعالج، واللي جاي هنا من دايمنستي 7100 من ميديا تك طبعا، وبمعماريه 6 نانو. ولو فاكر طبعا مراجعتنا عن الانفينكس نوت 50 اس اللي انا رشحته في الفيديو اللي فات، واللي بالمناسبه كنت سايبه لك دلوقتي في الاي اللي فوق، يعتبر في الموبايلات اللي تحت الفئه دي على طول، اللي هي فئه ال 12 او 13000 جنيه. فادخل شوفه لو انت حابب تشتري حاجه في السعر ده. المهم الانفينكس نوت 50 اس المعالج بتاعها كان اقوى شويه، بس هنا بصراحه في النوت ايدج انفينكس ظبطت التبريد واستقرار الفريمات بشكل افضل بكتير في الالعاب. اما من ناحيه استخدامك اليومي فانت مش هتواجه مع المعالج ده اي مشاكل. لما تشوف حاجه زي الكاميرات هنا فبصراحه انفينكس مش مهتمه نوعا ما بالكاميرات في الفئه دي، وده لانك عندك الكاميرا الاساسيه هنا 50 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه السيلفي 13 ميجا بكسل، وفي المجمل الصور بتاعتهم كويسين، لكن مش هتاخد افضل صوره بالسعر ده. ما تقدرش تصور 4K للاسف، تقدر تصور 2K بس. وفي المجمل الكاميرات ادائها مقبول بس مش الاقوى لو انت صانع محتوى. اما من ناحيه البطاريه فانت عندك هنا 6150 ملي امبير اور مع سرعه شحن بتوصل ل 45 واط، وكمان عندك شحن عكسي بيوصل لل 10 واط. بس خلينا اكون صريح معاك، السوفت وير لسه هنا محتاج تحديث علشان يظبط لك استهلاك البطاريه ويديك الاداء اللي انت تتمناه يعني من الرقم ده. سماعات الموبايل ده كمان جايه ستيريو متعدله من الجي بي ال، فتاخد منها صوت عالي ومجسم، مش هتواجه معاه اي مشاكل. نيجي بقى الاقوى ميزه في الموبايل ده حرفيا، واللي تعتبر لوحدها كفيله تخلي الموبايل ده قيمه مقابل سعر فعلا، وهي انه بيدعم الاي سيم. فانت تعرف ليه انا بقول لك كده لما تعرف السعر كمان شويه. فاعتبر بصراحه من اهم المميزات اللي شداني للموبايل ده، وهي انه شاشته كيرف، السعر بتاعه ممتاز، بيدعم لك الاي سيم، وكمان السماعات هنا ستيريو، المعالج كمان كويس جدا مش هتواجه معايا مشاكل. عيوبه ان الكاميرا بتاعته مش الافضل، فلو انت واحد بتاع تصوير شويه فلا فوقك من الموبايل ده وركز معايا في الموبايلات الجايه. كمان العيب الرخم شويه انك ما عندكش منفذ 3.5 مللي، وده يعني خلاص حاجه نتعود عليها في الفئه دي كلها. اما لما نروح لناحيه الاسعار فانت عندك هنا منه النسخه واحده 256 مع 8 رام، ودي بسعر 13990 جنيه، يعني يقول 14000 جنيه. وطبعا العلبه بتاعته متكامله، مش هتحتاج انك تشتري عليها اي حاجه كمان. انا بصراحه شايف ان السعر ده بعد ما شفنا كل المواصفات دي فلا قيمه مقابل سعر فعلا. يمكن اخر حاجه بصراحه هي نقطه الكاميرات اللي مش مهتمين بها زياده. اما لما ندخل على تاني موبايل معانا فهنلاقي الريدمي نوت 15 نسخه ال 5 جي. ولو انت لسه لحد دلوقتي ما شفتش الفيديو اللي بتكلم لك فيه عن السلسله كامله، وطبعا اللي تخص النوت 15 كلها، فهكون سايبه لك دلوقتي في الاي اللي فوق، ادخل شوفه عشان السلسله دي فعلا فيها موبايلات تستاهل وموبايلات ما تستاهلش. فالنوت 15 بصراحه اللي معانا النهارده يستاهل وبقوه. اول حاجه لما نشوف التصميم هنا فهتلاقي شاومي بتلعب على المتانه. الموبايل بلاستيك بس مقاوم للصدمات لحد ارتفاع 1.5 متر او مترين ولا حاجه كده، ومعاك حمايه اي بي 66 ضد الغبار والميه، ووزنه خفيف جدا، اخف من الموبايل اللي فات لان هنا عندك 178 جرام. ولما تقلب كده الموبايل فهتلاقي الشاشه الاموليد واللي جايه كيرف 6.7 انش بدقه الفول اتش دي بلس، وبتدعم لك كمان ال 120 هرتز، والسطوع بتاعها بيوصل لحد 3200 نتس. وما اظنش ان ده رقم فعلي شويه، بس مهما كان لو انت في عز الظهر يعني هتشوف الشاشه كانك في اوضه ضلمه، وبصراحه من الاخر هتستمتع مع استخدامك للشاشه دي. اما لما نروح للاداء فانت عندك المعالج هنا جاي من سناب دراجون 6 جين 3، وده نفس المعالج اللي هنشوفه في سامسونج كمان شويه، وبصراحه بيديك اداء محترم جدا من ناحيه استخدامك اليومي، او حتى لو بتلعب العاب فمش هتواجه اي مشاكل. ولما نروح للكاميرات فانت عارف شاومي دايما بتحب تهتم بالتفاصيل، فعندك الكاميرا الاساسيه هنا 108 ميجا بكسل بمثبت بصري او اي اس، وكاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل ودي الكاميرا الالترا وايد. ولما تبص على الكاميرا السيلفي فهتلاقيها 20 ميجا بكسل، وفي العموم هتاخد صور كويسه جدا من الموبايل ده، خاصه لو انت بتصور في الاضاءه القويه. كمان لو انت واحد صانع محتوى فتقدر تصور فيديوهات لحد 4K، بس ده طبعا بالكاميرات الخلفيه، لكن لو هتصور فيديوهات بالكاميرا السيلفي فانت للاسف هنا اخرك فول اتش دي بس. ولما نروح للبطاريه فهتلاقي البطاريه هنا برضو كبيره 5520 ملي امبير اور، وده رقم محترم جدا مع سرعه شحن بتوصل ل 45 واط وشحن عكسي 18 واط. انا شايف برضو سرعه الشحن مناسبه، مش ابطا ولا اسرع حاجه في السعر ده. والسماعات كمان جايه ستيريو بتدعم لك الدولبي اتموس، فبتديك تجربه محيطيه ممتازه، خصوصا يعني لو انت بتلعب العاب فيها حركات يمين وشمال كتير. من ناحيه المستشعرات
فجاه، فانت عندك البصمه جايه سريعه تحت الشاشه كعاده شاومي، عندك كمان NFC، وعندك كمان IR بلاستر زي ما احنا متعودين من شاومي، وطبعا مستشعر التقارب سوفت وير مش هاردوير. فدي انا شايفها عيب شويه بصراحه، بس السوفت وير هيظبطها لك شويه. الموبايل كمان بيجي لك بواجهه الهايبر OS 2، ودي الواجهه الجديده المخصصه اصلا للاي اي، مع وعد من شركه شاومي بتقول لك ان الموبايل ده بيدعم لك 4 سنين تحديثات. فالموبايل ده بالميت مثلا يعيش له 5 سنين، ده لو عايز يعني تشتري موبايل وتنسى انك تشتري حاجه تانية في الفتره الجايه. من العيوب الرخمه شويه انك هتلاقي سخونه ملحوظه لو انت بتلعب بشكل اوفر، وكمان ما عندكش منفذ 3.5 مللي، ودي حاجه برده معتاده خلاص اتعودنا عليها، خصوصا يعني في السعر ده. وده لانك عندك هنا منه نسختين، نسخه 256 مع 8 رام ودي بسعر 14400 جنيه، والنسخه الثانيه ال 512 مع 12 رام ودي بسعر 17500 جنيه. طبعا العلبه بتيجي كامله، فيها الشاحن والجراب والسكرينه متركبه، فمش هتحتاج انك تشتري اي حاجه ثانيه. ثالث موبايل معانا وهو من شركه فيفو، واللي هو الفي 6 لايت نسخه ال 5G، وده بصراحه يمكن من اشيك الموبايلات اللي ممكن تشوفها في السعر ده، وده اللي هتشوفه في التصميم يعني. وده برغم ان الموبايل جاي من البلاستيك، بس من بعيد يعني يبان عليه انه موبايل غالي. البلاستيك هنا مقاوم للصدمات ومطارد للميه والغبار بشهاده الاي بي 65، وزنه 194 جرام، مسكته بريميوم جدا، فلا هم متوصلين بزياده عن اللزوم من ناحيه التصميم بصراحه. الشاشه هنا اللي جايه فلات مش كيرف 6.7 انش، لكن جايه لك اموليد فول اتش دي بلس، بتدعم لك ال 120 هرتز، سطوحها الفعلي عالي جدا 1300 نيتس، فهتاخد شاشه رايقه حرفيا وحوافها قليله، وهتستمتع باستخدامك ليها اذا كنت بتسمع افلام او مسلسلات كتير، او حتى لو بتلعب العاب كتير. ومن ناحيه المعالج فالموبايل ده بصراحه يعني ممتاز من ناحيه الاداء، وده لانك عندك المعالج هنا جاي من دايمنستي 7360 تربو، وده اقوى فرق ملحوظ عن الفي 50 لايت اللي كنا اتكلمنا عنه برضه في فيديوهات فاتت. فبصراحه المعالج هنا اداؤه يعتمد عليه في كل حاجه، عايز تستخدم استخدام يومي فهتعرف تستخدمه بسهوله كمان وبسلاسه طبعا بفضل ال 120 هرتز، ولو عايز تلعب فبرضه هتلعب باريحيه كبيره من غير ما تواجه اي مشاكل. ولما تيجي تبص للكاميرات فيعني معروفه ان فيفو يعني كاميرات. عندك الكاميرا الاساسيه هنا 50 ميجا بكسل، ودي جايب مستشعر من سوني الام اي اكس 882، وكمان بتدعم لك المثبت البصري الاو اي اس مع الاورا لايت اللي احنا متعودين عليها من فيفو، ودي اللي بتساعدك في انك تاخد صور كويسه جدا خصوصا في الليل. الكاميرا السيلفي هنا 32 ميجا بكسل، المميز انك تقدر تصور فيديوهات 4K بالكاميرا الخلفيه او الاماميه. فبصراحه واخد تفاصيل ولوك الوان ممتاز اذا كان في الفيديو او الصور، فلو عايز موبايل بيركز لك على الكاميرات اكتر فعليك وعلى الفيفو في 6 لايت نسخه ال 5G. ولما نشوف البطاريه هنا فانت حرفيا هتلاقي معانا اكبر بطاريه اتكلمنا عنها في الفيديو ده، اللي بتوصل معانا ل 6500 ملي امبير اور، فدي هتكمل معاك يا باشا اليومين مرتاح. والمفاجاه هنا ان سرعه الشحن صاروخيه 90 واط، فيعني لو انت مستعجل ربع ساعه نص ساعه كده تلاقي الموبايل اتملى وتعمل اللي انت عايز. السماعات كمان هنا جايه ستيريو، تقدر ترفع كمان مستوى الصوت لحد 400%، وده ما انصحش بيه يعني الا لو انت في مكان فيه دوشه زياده عن اللزوم، عشان مش بتاخد الكواليتي اللي انت متعود عليها. هتلاقي ان في يعني نغوشه او شويه زيطه في الصوت كده، مش هتحب الموضوع ده. لكن مهما كان دي ميزه ممتازه. ومن ناحيه المستشعرات فانت عندك البصمه جايه تحت الشاشه، سرعتها ممتازه، وكل باقي المستشعرات اللي انت عايزها هتلاقيها زي التسارع القرب والبوصله والجيروسكوب. كمان الموبايل بيدعم لك ال NFC، وكمان فيفو هنا بتدعم لك سوفت وير الفان تاتش 15، وده اللي هتلاقيه مستقر جدا وسلس معاك. من ضمن عيوبه انك ما تنفعش انك تركب كارت ميموري في الموبايل، وما عندكش منفذ سماعات 3.5 مللي، وثبات السيلفي في ال 4K مش احسن حاجه. ولما نروح للاسعار فانت عندك هنا منه نسختين، نسخه 256 مع 8 رام ودي بسعر 15500 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 12 رام ودي بسعر 17000 جنيه. والعلبه طبعا فيها الشاحن ال 90 واط والجراب وكل حاجه حرفيا انت عايزها. اما لما نروح لرابع موبايل واخر موبايل معانا فهنلاقيه من شركه سامسونج، واللي هو السامسونج A36. وهنا متوصين شويه من ناحيه خامات سامسونج، وده لان الشركه هنا بتلعب لك في حته لوحدها. الظهر جاي من الجزاز الفخم محمي بالجوريلا فيكتس بلس مع فريم جاي من البلاستيك، والاهم انه جاي مقاوم للميه والغبار بشهاده رسميه IP67، يقدر ينزل معاك في الميه المتر ونص لمده نص ساعه من غير ما يشتكي منك. تقلب باقي الموبايل وتشوف الشاشه فهتلاقيها جايه 6.7 انش سوبر اموليد مسطحه تماما 120 هرتز، والسطوع بتاعها بيوصل لحد ال 1200 نتس، وده برضه سطوع فعلي. فمن الاخر الوان سامسونج في الشاشات مش محتاج ان نتكلم عنها. لما نروح للمعالج فهنلاقي نفس المعالج اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، واللي هو السناب دراجون 6 جين 3، واللي هتلاقي اداؤه مستقر جدا، الحراره بتاعته اقل، متوفير بطاريه احسن بكتير بفضل انه جايب 4 نانو، فمش هتواجه مشاكل في استخدامك اليومي او انك تلعب العاب كتير. وخلينا دلوقتي برضه نروح للكاميرات، واللي هتلاقي عندك هنا 3 كاميرات. كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل ودي بتدعم لك الاو اي اس، وكاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل ودي الكاميرا الترا وايد، والكاميرا الاخيره ال 5 ميجا بكسل ودي الكاميرا الخاصه بالماكرو. اما الكاميرا السيلفي فدي 12 ميجا بكسل. من ناحيه معالجه الصور هنا فبصراحه سامسونج هنا الافضل لو انت بتحب الصور تطلع طبيعيه ما فيهاش تجميل مبالغ فيه، وبتحب ان كل حاجه تكون زي ما انت شايفها قدامك، فلا عليك وعلى الكاميرات دي. ولما نروح للبطاريه فهتلاقي البطاريه هنا يعني متوسطه 5000 ملي امبير اور، وعندك سرعه الشحن متعودين عليها في الفئه دي خلاص اللي هي ال 45 واط، بيشحنك يعني لحد 65% في نص ساعه كده. ومن ناحيه السماعات هنا فانت تاخد هنا صوت ستيريو نقي جدا ممتاز
ممتاز كمان في عزل الدوشه، وهتاخد صوت محيطي متجسم لو انت بتلعب العاب، فالموضوع ده هيفرق معاك. ومن ناحيه المستشعرات هنا فانت عندك البصمه جايه تحت الشاشه، بس للاسف البصمه دايما في سامسونج وبالذات اللي تحت الشاشه دي ما بتكونش اسرع حاجه، بس مهما كان هي ادائها كويس لكن مش افضل من المنافسين. الموبايل كمان بيدعم لك NFC وكل المستشعرات اللي انت عايزها، والموبايل هنا كمان داعم معاك للاي سيم. الموبايلين اللي فاتوا اللي احنا اتكلمنا عنهم ما كانوش بيدعموا الاي سيم، ما فيش غير الانفينكس اللي كان معانا اول موبايل، ودلوقتي معانا في سامسونج برضه الميزه دي موجوده. والاهم من ده كله انك لو عايز تشتري موبايل وما تفكرش انك تشتري موبايلات تاني الفتره الجايه يمكن بعد 5-6 سنين مثلا، فاقول لك روح هنا للاي 36 هنا لانه بيدعم لك 6 سنين من التحديثات، فالموبايل ده هيفضل عايش معاك يعني لحد 2032 مثلا. ومن اسوأ العيوب برضه اللي هتشوفها في الموبايل ده ان العلبه بتيجي فاضيه ما فيهاش غير الموبايل والسيم كارد ووصله التايب سي، فتحتاج انك تزود ميزانيتك شويه كمان على الاسعار اللي هقولها علشان تقدر تشتري باقي مكملات الموبايل. كمان برضه قبل ما اقول لك الاسعار فانت ما ينفعش انك تركب كارت ميموري. المهم انت عندك هنا منه نسختين، نسخه 128 مع 8 رام ودي بسعر 16000 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 8 رام ودي بسعر 17500 جنيه. نروح بقى للخلاصه واللي اعرفك فيها تشتري ايه على حسب استخدامك انت، وعشان ما عندكش كتير فاقول لك روح الانفينكس نوت ايدج على طول لو انت عايز حاجه بسعر حنين في نفس الوقت واخد شاشه كيرف. التصميم برضه بتاع الموبايل ده روش، عندك ميزه الاي سيم واللي تعتبر موجوده في ارخص موبايل في الفئه دي كلها، بس الفكره انك هتتغاضى شويه عن ان الكاميرات مش افضل حاجه. ما تنساش برضه انك عندك بطاريه عملاقه 6150 ملي امبير، ده رقم مش قليل. اما لو عايز موبايل مقارب للانفينكس بس للاسف هتخسر هنا الاي سيم مقابل انك تاخد كاميرات كويسه بتفاصيل اكتر، فاقول لك هنا روح للشاومي ريدمي نوت 15 نسخه ال5G، فده موبايل اخف متكامل وسطوع في الشاشه افضل بكتير والمعالج بتاعه برضه ممتاز. اما يا باشا لو انت عايز بطاريه ما بتخلصش حرفيا وسرعه شحن صاروخيه وتقدر كمان تصور فيديوهات 4K بالكاميرا الاماميه او الخلفيه وحاطط الكاميرات رقم 1 في حياتك، فهقول لك روح للفيفو V6 لايت نسخه ال5G. واخيرا لو انت عايز موبايل يعيش بخامات فلاج شيب وتحديثات سنين طويله وكاميرا بتطلع لك كل حاجه طبيعيه، يبقى عليكم على سامسونج بالسوفت وير بتاعها وبانضف شاشه تاخدها في الفئه السعريه دي كلها. فبصراحه مش محتاج انك تتكلم عن الاي 36 تاني اكتر من كده. وانا بصراحه كراي شخصي لو هشتري فانا هتجه على طول للانفينكس نوت ايدج لانه بيوفر لي حرفيا كل حاجه انا عايزها، بس مش مركز على الكاميرات بزياده عن اللزوم. مش معنى كده ان الكاميرات مش حلوه، لا بالعكس هي الكاميرات كويسه، بس اقصد ان في كاميرات في الفئه دي افضل منها. فعرفوني تحت بقى في الكومنتات مين في الاربعه دول يستاهل انك تدفع فيه فلوسك، وعرفني كمان الميزانيه اللي معاك دلوقتي واستخدامك وانا ارشح لك افضل موبايل مناسب ليك. تقديرا بس للمجهود ده ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل الجرس لايك الفيديو علشان ازود من نوعيه الفيديوهات دي اكتر الفتره الجايه، وعشان ما ترشحك اكتر من كده فاشوفك الترشيح الجاي. سلام.